لماذا الكلب باسط ذراعيه في القرآن الكريم ولم يتقلب؟ بينما أهل الكهف تقلبوا يمينا وشمالا. أحد علماء الطب الألمان يقول: كنت مسافرا يوما وصادفني في المطار شابا قدم لي نسخة من القرآن المترجمة. شكرته ووضعت النسخة في جيبي على نية إلقائها في سلة المهملات. بعد أن يتوارى الشاب عني حتى لا أحرجه، نسى الطبيب النسخة في جيبه وصعد على الطائرة، وبسبب طول الرحلة والملل الذي يتخللها قال: أخرجت النسخة من جيبي عندما أحسست بوجودها، فتحتها فوقعت عيني على سورة الكهف، فبدأت أقرأ، ثم استوقفتني آيتين وهما: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط